دعم الإنسانية والمحتاجين من الأولويات. جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم مشاريع عديدة لتسهيل الحياة على المحتاجين. لهذا جاءت جمعية الشارقة الخيرية لدعم الأشقاء اللاجئين في سوريا. محمد الهنيامي والتفاصيل. لبراءة طفولة، وللمشاهد المؤلمة في الأراضي السورية، ولعجز الكبير في السن، تنطلق أيادي الخير من جمعية الشارقة الخيرية لدعم الأشقاء هناك في سوريا. لهؤلاء ولدعم الإنسانية ولإعادة البناء الذي كان بيد الإنسان، ولرسم الابتسامة المفقودة على وجوه أطفال ولدوا مع ويلات وآهات الحرب، انطلقت حملات الإمارات الإغاثية الإنسانية لجعل الحياة أكثر مرونة وأمان على الأشقاء السوريين. نحن جزء من منظومة في دولة الإمارات تلبت النداء لإخواننا السوريين المضطهدين المتشتتين من أرضهم. زرع زايد الله يرحمه طلع في عياله وطلع في أبناء الإمارات كلهم. دعم جمعية الشارقة الخيرية توزع على أساسيات الحياة في الحدود السورية اللبنانية والحدود السورية الأردنية، منها إفطار صائم ودفع الإيجارات عن اللاجئين الذين ضاقت بهم السبل، بالإضافة إلى العيادة المتحركة المجهزة بالعمليات الطبية الأولية. فحتى هذه العيادة تقوم بالعمليات الجراحية البسيطة في نفس المكان للعلاج السريع. بفضل رب العالمين في رمضان نحن نفطر أكثر من 11,000 شخص موجودين من اللاجئين السوريين. المحسنين هم اللي يقدمون لنا المساعدة ونحن اللي نوصلها هناك. فنحن اليوم نقول لإخواننا المحسنين لجمعية الشارقة شكرا لكم على هذه الدعم، وبدعمكم احنا بنستمر بإعانة إخواننا السوريين والله يفك كربتهم إن شاء الله. هكذا هي جهود جمعية الشارقة الخيرية التي تغيث المحتاج وتعين الملهوف وتؤمن الجائع وتأوي المشرد وتضمد الجراح، إلى أن تشرق شمس الأمان والحرية من جديد على جرح غائر أنهك شعبا لا حول ولا قوة له.